هو المفروض يكون مهتم بيا وما يخرجنيش في العيد. هو ما يخرجنيش في العيد عشان بيشتغل، مش يقعد معايا. برضه مش عايز يقعد معايا عشان بيشتغل، عايز يجي يفطر وبعد كده ينزل يشتغل، ما بيحبنيش. هو لو ما اشتغلش هيجيب فلوس منين؟ مش مشكلتي. احنا مخطوبين على فكره، لسه مش عارفين نتجوز. والله ما معناش شقه ولا هنلم، عايزين نتجوز. اهو الناس هتلم ونتجوز، ما مفيش. سايبت معلش اصل انا 12 سنه. يا بنت احترمي نفسك. يقعد معايا. مشكلتي انا عشان انا مش عارف اوفق. اهو. ايوه صح. أيوة دي مش اعمل ايه طيب انا. ماشي. خلاص بقى، خلاص خد. رايحين المنصوره جايبين ميكروباص وبتاع، فصاحب الميكروباص ده صاحبي، فقلت له طب ما تجيب الايه الواد سليم يتسلى. الواد سليم ابنه، انا فجاه لقيت قلبت وشها وبتعيط وتعلي صوتها عليا. في ايه؟ والله العظيم فرجت الناس علينا ولا ما هيسيبني، مش هيبقى معايا. خلاص بقى، روح بقى انت العب مع سليم وابو سليم وسيبني بقى. خلاص. قعدت بقى اقول له كلام كتير بصراحه. قلت له ايه بقى؟ بقول له بقى ايه المشكله، ان انا ما بقتش مرتاحه معاك باي شكل من الاشكال. بحاول ان انا اتعامل معاك واتخطى كل الحاجات اللي بتحصل، بس انا عمري ما كنت ممكن اتخيل اني ممكن اقبل بيها في يوم من الايام الحاجات دي. وخلاص انا هسيبك وقلعت الدبله. المفروض ينزل من الاتوبيس يمسك ايدي او ينزلني يسندني اي حاجه، بس هو لقيته ماسك سليم ومنزله. هو قاعد جنبي فبنزله عشان انزل. لا، مسك ايده هو، ما مسكش ايد انا، فهو كده ما بيحبنيش. سوري. بيرقص معاه ويهيص معاه وسايبني. خلاص هو بيحب سليم اكتر مني باينه. بصراحه ده كده حب صريح لسليم. خليك بقى مع ابو سليم. بقى عملت ايه الخناقه؟ فضلت قاعده بعيط، جه قعد جنبي وجاب سليم على الحجر وفضلت العب مع سليم. بصراحه سليم طلع لذيذ يعني، بصراحه. بصراحه طلع عنده حق. انا ايه اللي مشاني وراك؟ ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر. ايوه انا اللي غلطان، انا اللي حبيت اعمل منك شيء. عارف بجد تبقى كيوت؟ لا ابقى كيوت؟ اعمل ايه يعني؟ خليكي كيوت. لا ما بعرفش ابقى كيوت. يا عم الفرش في البتاع ده وهي بتتكلم يا عم، تبقى كيوت ازاي دي؟ ما بعرف. كريم. كريم. ايوه كده كيوت؟ ده كده كيوت. عيب عليك. مين رومانسي اكتر من التاني؟ انا بس خلاص بفهم في الرومانسيه بس. اخر مره قلت له حاجه حلوه امتى؟ حاجه حلوه. كريم مش قلت لك الصبح ايه يا حبيبي؟ بدل ايه يابا؟ اهو. دي رومانسيه؟ دي حاجه حلوه. ماشي. انك كارك جميل. هبطل، هوقف، هقطع كل حاجه حلوه، خاف مني. دلوقتي عايزك انت تقولي له فليرت. ايه فليرت دي؟ جمله حلوه يعني. طب بحبك يا كريم. قول بقى. جمله كده. جمله فليرت، عارفه الهجن؟ بوست فيس يعني. اقول ايه؟ اقول لك ايه؟ مش فاهمها خالص. هجيب شعر. من اشاره ايه؟ بحبك يا كريم قوي والله، ربنا يخليك ليا. خلاص كده اللي قلت له بحبك يا كريم. انا قلت بحبك يا كريم. ربنا قول لها انت حاجه. لا بحبك يا ربنا يهديكي. عايزك تقولي له حاجه الاول بمناسبه رمضان يعني. لا بجد بجد مبسوطه عشان احنا اول سنه نكون مع بعض واحنا مخطوبين، وهنبقى مع بعض بقى، وعيلتي عند عيلته وعيلته عند عيلتي والكلام الاسري الجميل ده. مبسوطه يعني، ده اول رمضان لينا احنا مخطوبين كده، فلا احاسيس مختلفه. اول مره في رمضان دايما مستحيل تقدر تنساها، فرحه كبيره لك ولغيرك، كل الناس دايما فاكراها. بس لا تسمع. بس عيد الله. مفيش مره انت طب نكدت عليه او اتخانقت معاه لسبب؟ والله يا صاحبي انا بنكد عشان هي منكده، هي بتنكد عليا فانا ببقى مخنوق قرفان من حاجه، بقول لها بنت انا قرفان اصلا، ما تنكديش عليا عشان انا قرفان. ما بقول له ما تبقاش قرفان وانا عايزه انكد. انت كمان مشكلتي ان انا قرفان وهي بتنكد. ما ان ينفعش انت قرفان في الوقت اللي هي هو يبقى قرفان في نفس الوقت، يعدي الحته دي وبعد ما يبقى انا تمام يبقى يرجع قرفان، اخليه تمام. فانا ابقى قرفان عشان هو قرفان فيبقى تمام. انا عايزه مصلحتك، ما هو مصلحتك، مش عايزاه قرفان. اهو هي كده مش عايزانا قرفان. اهو. انتوا ما بتفهموناش، ما انتوا لو فهمتونا الدنيا هتبقى سهله. انتوا نكد وخناق صح.
وجع دماغي احنا. ايوه خناقه كبيره بتتعامل معاها ازاي؟ بتعامل انا ما بكلمهاش بنتخانق، هي بتقول لك تعالى بقى نحاسب على اللي فات، تعالى بقى نفتح واحد نجيب لي حاجات من 10 سنين عادي. قلبه اسود قوي الولد ده، انتي قلبك اسود. اول امبارح فانا طالبه عربيه، انا كاتبه اللوكيشن نزلني عند اللوكيشن، فقمت قلت له ايه دخلني لسه جوه عند النور، انزلي خديه على رجلك، وانا اقول له مش هنزل وانا مش هتحرك. نص ساعه بقى بنتخانق مع بعض، لقيته مره واحده قام متحرك كده ولقيته طالع بيا الكوبري وبيجري، قمت فاتحه باب العربيه وهو بيجري بيا على الكوبري وسايباه مفتوح وفضلت اصوت وازعق نهار اسود. والحق وربنا لما نزلتني لاحبسك. بس وانا بقى بتصل بكريم تعالى لي بسرعه الحقني، الحمد لله انه كان في البيت ولحقني، فجالي كنت مستنيه اضربه ما ضربوش. انا كنت فاكره جاي بقى هيجي بقى يضربه، ما ضربوش. المهم يعني هو عشان هو عاقل جدا ما شاء الله زي ما انت شايفين كده. ادي مشكله ان انت تحبي واحد عاقل. هو بس مين اعترف لمين الاول؟ يا افهمك هي جت ازاي. ثانيه واحده كده، انا كنت لابسه الطرحه من زمان قوي في 6 ابتدائي، لبست الطرحه وجيت ايه في فتره كده لا انا عايزه اقلع، مش جاي معايا وانا صغيره اصلا، انا ماليش ان البسها، قلعتها يوم رحت حضرت بيها درس، الدرس ده بس رحت وعنده البيت، كنت لابسه بقى فستان كده وانا كنت ايه كيوت قوي وانا صغيره والله، كان شعري جميل وكان بقى المهم يعني كان شكلي سكر. إيه رحت بقى عندهم درس في البيت لان انا اصلا كنت باخد دروس عندهم في البيت. ليه؟ لان احنا كنا شطار واحنا صغيرين، كنا شطار. دلوقتي هو في جامعه عين شمس هنا ساقط وانا في معهد هناك برضه ساقط. المهم شافني بقى وانا بشعري، جه بقى تاني يوم كنت في درس في واحد صاحبي، فقام واحد صاحبه ده هو قال له يجيب رقمي يعني مني من الميس، فقال لي صاحبه عشان هو خجول، قال لي صاحبه عشان صاحبه ده ايه احنا بناخد درس مع بعض كده عند ميس، فقال لي بقى ان هو ايه عايز ياخد رقم، بس هو قال له ما تقولهاش ان هو عايز ياخد رقم، بس هو قال عشان هو كان عبيط. انا اديته له بصراحه يعني، قال لي كريم قال لي هاتي رقمك، انا اديته له. فضل بقى كريم يكلمني وايه يسمع صوتي ويقفل، يسمع صوتي ويقفل. هو انا هقول لك بقى العبط فين اصلا، ان انا اصلا الرقم ده رقم مامتي وهو الرقم بتاعي رقم مامتي، لان ما كانش في تليفونات، فامي مسجله امه، فانا اللي بيتصل عليا ام كريم، فانا بقيت ارد واقفل ارد واقفل، ما انا ما فيش الكلام ده، محترمه جدا. الرقم ده بيتصل عليا يسمعني بتكلم ويقفل وما اعرفش ايه. اتصلت بقى تلاقي طنط اللي بترد، يعني ده وشه احمر وجاب الوان ونزل الشارع ما قعدش في البيت وكان حاله. بس بقى من الطنط بقى ايه فضلت تقول ماما معلش وحقك عليا وبتاع، وماما قالت لها عيب كده وما ينفعش بس. فضل بقى قام راح بقى اكلم واحده صاحبتي على الفيس، وبقيت انا بقول لصاحبتي تقول له ايه وهو يقول لي صاحبتي تقول لي ايه، مكسوف يكلمني وبيكلم صاحبتي. انا لسه مستوعبه الحوار ده اصلا من كام يوم ان هو كان بيكلم صاحبتي ومكسوف يكلمني. والله جيت من ما لقيتش بقى حاجه انا كده عليها من كام يوم بقى، كنت بتكلم صاحبتي بجد والله العظيم فعلا حصل. قلت له هو انت ازاي كنت بتكلم صاحبتي دي وبترد عليها الفيس وانا لا، مع ان كان عندي فيس كنت بتبعتي له الكلام؟ ما انا كنت بقى يعني كنت حبيته عشان بيحبني، يعني انا كان بيحبني فحبيته. لحد دلوقتي صاحبتها بتكلمها؟ انا والله ما فاكر صاحبتها اللي هي بتقول عليها ولا صاحبي ان انا قالت عليه، مش فاكر اصلا. فاكر الكلام ده. عايش معانا في الدنيا. والله. عايز تقول حاجه تاني؟ لا يا عم مش عايز اقول حاجه. عايز تقولي حاجه؟ لا قلت كل اللي جوايا. كل سنه وانت طيب. طيب وربنا معاك يا ابني. معاك يا صاحبي. عايز حاجه؟